السلام عليكم ورحمة الله. توضيح هام جدا من قناة الأهلي والإعلامي محمد سعيد في البرنامج بتاعه على القناة، بيوضح فيها أسباب لعب الأهلي مباراة العودة بين سيمبا والأهلي يوم الثلاثاء الساعة 5 عصر. أسباب لعب الأهلي مباراة العودة مع سيمبا يوم الثلاث في وسط الأسبوع الساعة 5 عصرا وفي أفريقيا مساء. مبدئيا دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية شيء والدوري الإفريقي شيء آخر. الكاف بيشرف على البطولات من A to Z، لكن في الدوري الإفريقي الممتاز بيشرف في نقاط محددة فقط، ليس له علاقة بتوقيت المباريات، ليس له علاقة بتفاصيل كثيرة بالبطولة. الكاف يشرف في البطولة على تعيين حكام القرارات الانضباطية في حالة الخروج عن النص في المباريات وكشف المنشطات فقط. أما الأندية لا تحدد المواعيد، لأن هناك شركة إيطالية موقعة عقد مع الكاف والفيفا وعقد شراكة، هي اللي بتشرف على تنظيم البطولة وتحديد المواعيد، وهي اللي بتحدد كل الأيام اللي هتلعب فيها اللقاءات والتوقيتات. طبقا لهذا الأهلي حاول مرارا وتكرارا تغيير موعد لقاء العودة أمام سيمبا، وهذا بناء على طلب من المدير الفني مارسيل كولر، لكن هناك شركة منظمة للبطولة كما قلنا ومحددة مواعيد المباريات، بدليل ماتش مازيمبي والترجي الشركة ما كانتش قادرة تاخد تأشيرات عشان تدخل الكونغو الديمقراطية، فأخذت قرار مباشر من الكاف بنقل المباراة لتنزانيا، رغم انه المفروض انه ملعب مازيمبي، لكن المباراة تم نقلها دون الرجوع الى الفريق المازيمبي. الماتش لما كان هيتلعب في الكونغو كان مواعيده الساعة 3 عصرا، بعد نقله اتلعب الساعة 6 مساء. المواعيد دي الشركة المنظمة هي اللي بتحددها. الأهلي كان طلب تعديل موعد المباراة مع سيمبا يتلعب بالليل، رفضوا وقالوا لا يمكن، لأن هناك مباراة أخرى ستلعب ليلا الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة بين صن داونز وبيترو أتلتيكو. فتغير الميعاد ليس اختيار تغيير الميعاد ليس اختيار الجهاز الفني للأهلي ولا النادي الأهلي، القرار الأول والأخير هو في الشركة الإيطالية المنظمة بناء على باقي مواعيد المباريات.